الأمهات من ناحية الشغل 3 أنواع، يا ترى انت أي نوع فيهم؟ أول نوع هو النوع العملي اللي بتحب الشغل والشغل هو كل حياتها، ولو قعدت في يوم في البيت تكتئب. أما النوع التاني وهي اللي شايفة ان بيتها وأولادها أولى بيها ومش في دماغها الشغل نهائي. أما النوع التالت وهي اللي عايزة تشتغل وتعمل حاجة في حياتها لكن مش عارفة، أو إنها مش بتبذل مجهود كافي علشان تحقق اللي هي عايزاه. والنوع ده الأم بتبقى عايشة في حالة عدم رضا وغضب، عدم رضا عن نفسها طول الوقت وغضب إنها مش عارفة تحقق حاجة، لا منها اشتغلت وتمسكت بشغلها ولا منها مرتاحة نفسيا ومركزة في بيتها وأولادها. نيجي للمشاكل اللي بتقابل كل نوع. وأول مشكلة بتقابل الأم اللي بتشتغل هي مشكلة إحساسها بالذنب ناحية أولادها، وتاني مشكلة إنها مش عارفة توازن ما بين الشغل والبيت، وأوقات كتير بتبقى عايزة تسيب شغلها علشان تتفرغ لبيتها. طيب إيه الحل؟ أول حاجة هتقعدي مع نفسك وتحددي إيه هو الشغل بالنسبة لك، مهم جدا عشان نفسيتك وصعبة تتخلي عنه، ولا بتشتغلي عشان محتاجة دخل مادي خاص بيكي. وعموما علشان نكون واقعيين، اللي اتعودت على الشغل وحياة الشغل صعب جدا تسيبه وتقعد في البيت، ونفسيتها هتتأثر جدا وهتبقى في حالة نفسية سيئة. والحل انك تأقلمي حياتك على شغلك وتشوفي حلول للمشاكل اللي بتقابلك. اول مشكلة وهي احساس الذنب من ناحية الاولاد. لازم تعرفي ان مفيش حد مثالي، وما تفكريش لما انتي هتسيبي شغلك وتقعدي في البيت الوضع هيبقى مثالي وهتمشي كل حاجة بالمسطرة. الواقع حاجة تانية خالص. فلما تكوني بتشتغلي وبتخصصي ساعة واحدة بس في اليوم بتقعدي فيها مع أولادك بكامل تركيزك، تقعدي معاهم وتتكلمي وتسمعيهم كويس، هتكون أفضل من 10 ساعات انتي موجودة لكن مضغوطة وحالتك النفسية سيئة. علشان كده مهمة جدا تأقلمي نفسك وحياتك مع الشغل. وعلشان تحققي التوازن ما بين الشغل والبيت، الخطوات الجاية دي هتساعدك كتير، ركزي فيها كويس. أول حاجة انك تستعيني بالله وتدعي ربنا كتير انه يعينك، وقبل النوم هتسبحي التسبيح المعروف بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهو ده التسبيح اللي وصى الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنه لما طلبوا خادم. تاني خطوة هو إن مفيش بديل عن تنظيم الوقت، تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك. يعني هتقسمي المهام بتاعتك لهام وعاجل أو هام وغير عاجل. هام وعاجل دي الحاجات اللي لازم تعمليها وما ينفعش تفوتيها أبدا. هام وغير عاجل مهم لكن ممكن تتأجل شوية. وآخر تقسيمة غير هام وغير عاجل، والمهام دي بتتأجل للآخر خالص. لازم تركزي على المهم وتعمليه. المهم يبقى عندك أكل في البيت، تقعدي ساعة مع أولادك، ما تأجليش أبدا الساعة اللي انتي محدداها لأولادك وتعملي فيها أي حاجة تانية، أو انك تمسكي تليفونك وانتي مش مركزة معاهم. تالت خطوة، افصلي خالص نفسك من مشاكل الشغل. أول لما توصلي بيتك انسي نهائي شغلك، ما تجيبيش مشاكل الشغل معاكي في البيت، لأن ولادك ملهمش ذنب إنهم يستحملوا مشاكل شغلك. لازم تتدربي على إنك تفصلي تماما. وعموما أيا كنتي قاعدة في البيت أو بتشتغلي، لازم تفصلي الضغط اللي انت فيه عن أولادك، وتعلمي إنك ما تعمليش ولادك تبع حالتك النفسية علشان يحسوا بالأمان. مش يوم تضحكي على حاجة عملوها وتاني يوم تعاقبيهم عليها، هيحصل عندهم لخبطة. وكل ده بالتدريب وتركيزك الكامل على إنك ما تحمليش ولادك مشاكل شغلك. وفي حاجات تانية بسيطة بتفرق معاهم جدا، وهو إنك أول ما تشوفيهم تحضنيهم على طول وتحضروا مع بعض الأكل وتخليهم يساعدوكي على حسب سنهم، وتقعدي معاهم 5 دقايق قبل ما يناموا. ده هيفرق في نفسيتهم كتير جدا. رابع خطوة وهي التفويض، توزيع المهام، ودي هنقسمها لحاجتين. لو انت عندك قدرة مالية ما تتردديش ابدا انك تجيبي حد يساعدك في البيت مرة كل اسبوع او اسبوعين او حتى شهر على حسب امكانياتك، وانك تشتري كل الاجهزة اللي ممكن تسهل عليكي شغل البيت. ومن ناحية تانية توزعي الادوار على ولادك، لازم يشاركوا معاكي المسؤولية على حسب سنهم. لازم تعوديهم على تحمل المسؤولية، كل واحد مسؤول عن هدومه وسريره ويساعدك بعد الاكل. اللي يشيل الاطباق واللي يفرش السفرة بعد الاكل. لازم مشاركة. الاطفال من وهي صغيرة لو اتعودت على كده هتكبر وهو ده هيبقى العادي بالنسبة لها وهتتحمل المسؤولية. وبالنسبة لموضوع المذاكرة نفس الكلام، لو عندك قدرة مالية يبقى مدرسة تذاكر لهم او الاب يساعدك. لازم يبقى فيه مشاركة ومساعدة، خصوصا ان انت كمان بتشتغلي. وزعي الادوار وحمليهم المسؤولية معاك. نيجي للنوع التاني وهي اللي اختارت بيتها واولادها. واكتر مشكلة ممكن تواجهها هي ان بعد مرور الوقت تحس ان عمرها ضاع مع البيت والاولاد وما عملتش حاجة في حياتها. في ناس كتير بتحس الاحساس ده. تعال نشوف فعلا هي تربية الاولاد وادارة البيت ده ضياع للعمر؟
لا، تربية الأولاد ده جزء أساسي وهو الأصل اللي انتي مسؤولة عنه. ان انتي تشتغلي فده حاجة زيادة على اللي انتي بتعمليها، لأن الأصل هو البيت والأولاد وبعدها بيجي الشغل، لأن الأولوية بتبقى دايما للبيت والأولاد. فإنك تربي وتهتمي وتشبعي ولادك من وجودك معاهم ده مش ضياع للعمر. خلاصة تعليمك ودراستك هتلاقيها وتشوفيها في ولادك، في تربيتك ليهم وطريقة التعامل معاهم. وإحساسك بضياع العمر ده بيجي ممكن لسببين: هو انك تكوني شايفة انك قصرتي مع ولادك او ما بقوش مثاليين زي ما انت كنتي عاوزة او متوقعة. عايزة اقولك ان مفيش حد مثالي ولا كامل، الكمال لله وحده. انت اجتهدتي واخدتي بالاسباب وكان نفسك ان هما يكونوا احسن ناس في الدنيا. انت عملتي اللي عليكي وكله في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا. اجتهدي بالدعاء لاولادك. والسبب الاساسي في شعور ضياع العمر انك من الاول خالص نسيتي نفسك وما عملتلكيش وقت خاص بيكي ولا حياة خاصة بيكي، وسبت نفسك في مطحنة البيت والأولاد والتمرين والمذاكرة. مش معنى انك تكوني في البيت تلعبي كل الأدوار وتنسي نفسك، لازم يبقى فيه حياة خاصة بيكي انتي، وهتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. لكن دلوقتي تاخدي بالك من نقطتين مهمين جدا. أول حاجة تحطي في دماغك ان انتي اخترتي البيت والأولاد وانك تسيبي أي حاجة علشانهم، فده أولا قرارك انت اللي اخترتي مش ضحيتي. علشان لو كان تفكيرك انك ضحيتي يبقى هتحملي حد تاني المسؤولية ان انت ضحيتي علشانه. لا، ده كان قرارك انت وخدتيه. وهنا انت ضحيتي علشان ولادك، فهيبقى هما السبب في ان انت ما عملتيش حاجة في حياتك، وده هيبقى مدخل شيطان انك متضايقة من ولادك علشان هما السبب انك محققتيش ذاتك او اشتغلتي، فهتحمليهم ذنب مش ذنبهم. وده بيحصل كتير بوعي منك او من غير وعي، فانت الوحيدة المسؤولة عن القرار ده. النقطة التانية، ده قرارك اللي انتي مقتنعة بيه، دي قناعتك انتي. يبقى ما تسمحيش لأي حد يلعب بحالتك النفسية أو يحسسك بضيق، زي ان حد يقولك ليه ما اشتغلتيش، ده انتي شهادتك عالية ومطلوبة جدا، انتي نسيتي نفسك، او ليه محققتيش اي حاجة في حياتك. لا، الام بتشتغل بدوام كامل. ما تسمحيش لاي حد يقلل من دورك كأم ومسؤولة عن بيتك واولادك، لان اللي انتي بتعمليه مش قليل ابدا، حتى لو انتي حاسة ببعض التقصير. ما تخليش اي حد يأثر عليكي ويلعب بحالتك النفسية. ودلوقتي نيجي للحل. اول حاجة، مش معنى انك قاعدة في البيت تسيبي نفسك وتضيعي وقتك في التلفزيون والسوشيال ميديا وتعملي شغل البيت في اي وقت والحياة تبقى مش منظمة. لا، انتي محتاجة تنظمي حياتك ووقتك ويبقى لك روتين معين ماشي عليه. فدلوقتي سواء كنت في البداية او عدى سنين، فانتي هتمشي على النظام الجاي. اول خطوة انك هتحددي وقت لنفسك. الوقت لنفسك ده هو لتحسين حالتك النفسية. حالتك النفسية اولوية، ما ينفعش ابدا تأجليها، انتي الاساس. لو حالتك النفسية سيئة كله هيطلع على البيت والاولاد. علشان كده دي مش رفاهية، دي أساس وأولوية. هتقسميه بين اهتمام بالنفس وتطوير ذات وجانب اجتماعي. أول حاجة اهتمام بالنفس، زي انك تعملي روتين صباحي ومسائي لبشرتك بالموجود عندك، وده مش هياخد منك أكتر من ربع ساعة. الأمهات من ناحية الشغل 3 أنواع، يا ترى انت أي نوع فيهم؟ أول نوع هو النوع العملي اللي بتحب الشغل والشغل هو كل حياتها، ولو قعدت في يوم في البيت تكتئب. أما النوع التاني وهي اللي شايفة ان بيتها وأولادها أولى بيها ومش في دماغها الشغل نهائي. أما النوع التالت وهي اللي عايزة تشتغل وتعمل حاجة في حياتها لكن مش عارفة، أو إنها مش بتبذل مجهود كافي علشان تحقق اللي هي عايزاه. والنوع ده الأم بتبقى عايشة في حالة عدم رضا وغضب، عدم رضا عن نفسها طول الوقت وغضب إنها مش عارفة تحقق حاجة، لا منها اشتغلت وتمسكت بشغلها ولا منها مرتاحة نفسيا ومركزة في بيتها وأولادها. نيجي للمشاكل اللي بتقابل كل نوع. وأول مشكلة بتقابل الأم اللي بتشتغل هي مشكلة إحساسها بالذنب ناحية أولادها، وتاني مشكلة إنها مش عارفة توازن ما بين الشغل والبيت، وأوقات كتير بتبقى عايزة تسيب شغلها علشان تتفرغ لبيتها. طيب إيه الحل؟ أول حاجة هتقعدي مع نفسك وتحددي إيه هو الشغل بالنسبة لك، مهم جدا عشان نفسيتك وصعبة تتخلي عنه، ولا بتشتغلي عشان محتاجة دخل مادي خاص بيكي. وعموما علشان نكون واقعيين، اللي اتعودت على الشغل وحياة الشغل صعب جدا تسيبه وتقعد في البيت، ونفسيتها هتتأثر جدا وهتبقى في حالة نفسية سيئة. والحل إنك تأقلمي حياتك على شغلك وتشوفي حلول للمشاكل اللي بتقابلك. أول مشكلة وهي إحساس الذنب من ناحية الأولاد. لازم تعرفي إن مفيش حد مثالي، وما تفكريش لما انتي هتسيبي شغلك وتقعدي في البيت الوضع هيبقى مثالي وهتمشي كل حاجة بالمسطرة. الواقع حاجة تانية خالص. فلما تكوني بتشتغلي وبتخصصي ساعة واحدة بس في اليوم بتقعدي فيها مع أولادك بكامل تركيزك، تقعدي معاهم وتتكلمي وتسمعيهم كويس، هتكون أفضل من 10 ساعات انتي موجودة لكن مضغوطة وحالتك النفسية سيئة. علشان كده مهمة جدا تأقلمي نفسك وحياتك مع الشغل.
وعلشان تحققي التوازن ما بين الشغل والبيت، الخطوات الجاية دي هتساعدك كتير. ركزي فيها كويس. أول حاجة إنك تستعيني بالله وتدعي ربنا كتير إنه يعينك. وقبل النوم هتسبحي التسبيح المعروف بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهو ده التسبيح اللي وصى الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنه لما طلبوا خادم. تاني خطوة هو إن مفيش بديل عن تنظيم الوقت. تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك، يعني هتقسمي المهام بتاعتك لهام وعاجل أو هام وغير عاجل. هام وعاجل دي الحاجات اللي لازم تعمليها وما ينفعش تفوتيها أبدا. هام وغير عاجل مهم لكن ممكن تتأجل شوية. وآخر تقسيمة غير هام وغير عاجل، والمهام دي بتتأجل للآخر خالص. لازم تركزي على المهم وتعمليه. المهم يبقى عندك أكل في البيت، تقعدي ساعة مع أولادك، ما تأجليش أبدا الساعة اللي انتي محدداها لأولادك وتعملي فيها أي حاجة تانية، أو انك تمسكي تليفونك وانتي مش مركزة معاهم. تالت خطوة، افصلي خالص نفسك من مشاكل الشغل. أول لما توصلي بيتك انسي نهائي شغلك. ما تجيبيش مشاكل الشغل معاكي في البيت، لأن ولادك ملهمش ذنب إنهم يستحملوا مشاكل شغلك. لازم تتدربي على إنك تفصلي تماما. وعموما أيا كنتي قاعدة في البيت أو بتشتغلي، لازم تفصلي الضغط اللي انتي فيه عن أولادك، وتعلمي إنك ما تعمليش ولادك تبع حالتك النفسية علشان يحسوا بالأمان. مش يوم تضحكي على حاجة عملوها وتاني يوم تعاقبيهم عليها، هيحصل عندهم لخبطة. وكل ده بالتدريب وتركيزك الكامل على انك ما تحمليش ولادك مشاكل شغلك. وفي حاجات تانية بسيطة بتفرق معاهم جدا، وهو انك اول ما تشوفيهم تحضنيهم على طول وتحضروا مع بعض الاكل وتخليهم يساعدوكي على حسب سنهم، وتقعدي معاهم 5 دقايق قبل ما يناموا. ده هيفرق في نفسيتهم كتير جدا. رابع خطوة وهي التفويض، توزيع المهام، ودي هنقسمها لحاجتين. لو انت عندك قدرة مالية ما تتردديش ابدا انك تجيبي حد يساعدك في البيت مرة كل اسبوع او اسبوعين او حتى شهر على حسب امكانياتك، وانك تشتري كل الاجهزة اللي ممكن تسهل عليكي شغل البيت. ومن ناحية تانية توزعي الادوار على ولادك، لازم يشاركوا معاكي المسؤولية على حسب سنهم. لازم تعوديهم على تحمل المسؤولية. كل واحد مسؤول عن هدومه وسريره ويساعدك بعد الاكل. اللي يشيل الاطباق واللي يفرش السفرة بعد الاكل. لازم مشاركة. الاطفال من وهي صغيرة لو اتعودت على كده هتكبر وهو ده هيبقى العادي بالنسبة لها وهتتحمل المسؤولية. وبالنسبة لموضوع المذاكرة نفس الكلام. لو عندك قدرة مالية يبقى مدرسة تذاكر لهم او الاب يساعدك. لازم يبقى فيه مشاركة ومساعدة، خصوصا ان انت كمان بتشتغلي. وزعي الادوار وحمليهم المسؤولية معاك. نيجي للنوع التاني وهي اللي اختارت بيتها واولادها. واكتر مشكلة ممكن تواجهها هي ان بعد مرور الوقت تحس ان عمرها ضاع مع البيت والاولاد وما عملتش حاجة في حياتها. في ناس كتير بتحس الاحساس ده. تعال نشوف فعلا، هي تربية الاولاد وادارة البيت ده ضياع للعمر؟ لا، تربية الاولاد ده جزء اساسي وهو الاصل اللي انتي مسؤولة عنه. ان انتي تشتغلي فده حاجة زيادة على اللي انتي بتعمليها، لان الاصل هو البيت والاولاد وبعدها بيجي الشغل. لان الاولوية بتبقى دايما للبيت والاولاد، فانك تربي وتهتمي وتشبعي ولادك من وجودك معاهم ده مش ضياع للعمر. خلاصة تعليمك ودراستك هتلاقيها وتشوفيها في ولادك، في تربيتك ليهم وطريقة التعامل معهم. واحساسك بضياع العمر ده بيجي ممكن لسببين، هو انك تكوني شايفة انك قصرتي مع ولادك او ما بقوش مثاليين زي ما انت كنتي عاوزة او متوقعة. عايزة اقولك ان مفيش حد مثالي ولا كامل، الكمال لله وحده. انت اجتهدتي واخدتي بالاسباب وكان نفسك ان هما يكونوا احسن ناس في الدنيا. انت عملتي اللي عليكي، وكله في الاول وفي الاخر توفيق من عند ربنا. اجتهدي بالدعاء لأولادك. والسبب الأساسي في شعور ضياع العمر إنك من الأول خالص نسيتي نفسك وما عملتلكيش وقت خاص بيكي ولا حياة خاصة بيكي، وسبت نفسك مطحنة البيت والأولاد والتمرين والمذاكرة. مش معنى انك تكوني في البيت تلعبي كل الأدوار وتنسي نفسك. لازم يبقى فيه حياة خاصة بيكي انتي، وهتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. لكن دلوقتي تاخدي بالك من نقطتين مهمين جدا. أول حاجة تحطي في دماغك ان انتي اخترتي البيت والأولاد وانك تسيبي أي حاجة علشانهم، فده أولا قرارك انتي اللي اخترتي مش ضحيتي. علشان لو كان تفكيرك انك ضحيتي يبقى هتحملي حد تاني المسؤولية ان انتي ضحيتي علشانه. لا، ده كان قرارك انتي وخدتيه. وهنا انتي ضحيتي علشان ولادك، فهيبقى هما السبب في ان انتي ما عملتيش حاجة في حياتك. وده هيبقى مدخل شيطان انك متضايقة من ولادك علشان هما السبب انك محققتيش ذاتك او اشتغلتي، فهتحمليهم ذنب مش ذنبهم. وده بيحصل كتير بوعي منك او من غير وعي، فانتي الوحيدة المسؤولة عن القرار ده. النقطة التانية، ده قرارك اللي انتي مقتنعة بيه، دي قناعتك انتي. يبقى ما تسمحيش لأي حد يلعب بحالتك النفسية او يحسسك بضيق.
البطيء، زي ان حد يقولك ليه ما اشتغلتيش، ده انت شهادتك عالية ومطلوبة جدا، انت نسيتي نفسك، او ليه محققتيش اي حاجة في حياتك. لا، الام بتشتغل بدوام كامل. ما تسمحيش لاي حد يقلل من دورك كأم ومسؤولة عن بيتك واولادك، لان اللي انت بتعمليه مش قليل ابدا، حتى لو انت حاسة ببعض التقصير. ما تخليش اي حد يأثر عليكي ويلعب بحالتك النفسية. ودلوقتي نيجي للحل. اول حاجة، مش معنى انك قاعدة في البيت تسيبي نفسك وتضيعي وقتك في التلفزيون والسوشيال ميديا وتعملي شغل البيت في اي وقت والحياة تبقى مش منظمة. لا، انت محتاجة تنظمي حياتك ووقتك ويبقى لك روتين معين ماشي عليه. فدلوقتي سواء كنت في البداية او عدى سنين، فانت هتمشي على النظام الجاي. اول خطوة انك هتحددي وقت لنفسك. الوقت لنفسك ده هو لتحسين حالتك النفسية. حالتك النفسية اولوية، ما ينفعش ابدا تأجليها، انت الاساس. لو حالتك النفسية سيئة كله هيطلع على البيت والاولاد. علشان كده دي مش رفاهية، دي اساس واولوية. هتقسميه بين اهتمام بالنفس وتطوير ذات وجانب اجتماعي. اول حاجة اهتمام بالنفس، زي انك تعملي روتين صباحي ومسائي لبشرتك بالموجود عندك، وده مش هياخد منك اكتر من ربع ساعة في اليوم. اهتمامك بشكلك بينعكس على حالتك النفسية وبيحسنها جدا. ونسقي لبسك واهتمي بيه سواء كنت في البيت او بره البيت. وهنا في القناة في حلقات لتنسيق اللبس، وكمان ازاي تختاري الالوان المناسبة لبشرتك. هسيبلك اللينكات في صندوق الوصف. تاني حاجة، هتشتغلي على تطوير الذات. تحددي 10 دقايق قراءة يوميا، او تشوفي حلقات مفيدة تساعدك لتطوير الذات والتخطيط والتنظيم، وهيفيدك انك هتعلمي ولادك التخطيط والتنظيم من وهم صغيرين وتعوديهم عليه. تاني حاجة، هواية. لازم يبقى عندك هواية تعمليها. الهواية دي هتبقى صاحبتك، هتبقى معاكي وتهون عليكي اصعب اللحظات. شوفي هواية زمان كنت بتحبيها واشتغلي عليها، ورجعي تاني اهتمي بيها. ولو ما عندكيش اي هواية، جربي حاجات كتير تعمليها. كل حاجة واي حاجة بالتعليم. جربي ترسمي، تعملي تطريز، تتعلمي كروشيه. اي هواية وانت بتعمليها تحسي ان انت مبسوطة وسعيدة. جربي حاجات كتير لحد ما توصلي لحاجة انت بتحبيها وبتعمليها وانت مبسوطة وبتنسي الوقت خالص وانت بتعمليها. الهواية مهمة جدا، وانك ما تضيعيش وقتك وعمرك على الفاضي. تالت نقطة من تطوير الذات هو انك تحفظي قرآن. في حلقات تحفيظ كتيرة اونلاين، او تروحي تحفظي في مكان علشان تتعرفي على ناس تانية ويشجعوك انك تحفظي وتكملي. تالت خطوة مهمة جدا هو انك تهتمي بالجانب الاجتماعي. تخصصي يوم كل اسبوع او اسبوعين تخرجي مع اصحابك لوحدكم، وتعملي يوم ليكم لوحدكم تفصلوا فيه عن كل حاجة وتجددي نشاطك. ده بالنسبة للحياة الخاصة بيكي. نيجي للجزء التاني. مش معنى انك قاعدة في البيت تلعبي كل الادوار وتعملي كل حاجة، لا، وزعي الادوار وما تهلكيش وتنسي نفسك. لو اولادك لسه صغيرين هتدربيهم على الترتيب والنظام، ان كل واحد مسؤول عن لبسه وسريره وينظف ويرتب سريره، ويساعدوا في البيت مهام بسيطة لكن لازم يعملوها. لازم يتعلموا المشاركة علشان يتحملوا المسؤولية من وهم صغيرين، ويتدربوا عليها لو هم كبروا شوية علشان يساعدوكي، لان ده تدريب على المسؤولية وده جزء اساسي من التربية. ومن ناحية المذاكرة، لو انتي شاطرة وبتعرفي تذاكري لهم كويس جدا بس عندك كذا طفل، لو عندك قدرة مالية فهتجيبي مدرس خاص يذاكر لهم ويأسسهم، وعوديهم ان هم يذاكروا بنفسهم. بلاش تديهم التعليم بالمعلقة، خليهم يفكروا ويتعبوا شوية، وده لمصلحتهم. واخيرا وهقولها لك تاني، اهتمي بحالتك النفسية. حالتك النفسية أولوية، لانك بمنتهى البساطة لو اهملتيها هتأثر على اولادك وطريقة التعامل معاهم، وهترجعي تحسي بالذنب عشان عملتيهم وحش، وهتفضلي في دايرة مغلقة. اهتمي ونظمي وقتك وخلي في توازن ما بين نفسك وحالتك النفسية والبيت والأولاد. نيجي للنوع التالت، وهي اللي عايزة تشتغل وتعمل حاجة في حياتها لكنها مش عارفة، أو إنها مش بتبذل مجهود كافي علشان تحقق اللي هي عايزاه. وده تقريبا النوع اللي عنده مشاكل كتير جدا. الأم بتبقى عايشة فيه مشتتة، لا هي مركزة في بيتها ولا منها مركزة على هدفها وبتكمله للآخر. مشغولة جدا بنفسها ومشتتة. وضعك اللي انت فيه ده صعب. حياتك بتضيع في التوتر والقلق، وهتبقي مضغوطة طول الوقت، وهتتعاملي بعصبية مع أولادك. انت مشغولة بنفسك بس وصراعك النفسي والداخلي، وجلد ذات انك فاشلة ومحققتيش حاجة في حياتك، وغيرك حقق وعمل لنفسه كيان وانتي لأ. بتحسي دايما انك متكتفة، تستمر شوية وتسوفي شويتين. عاوزة اقولك انك في الوضع ده في وضع الخروج من منطقة الراحة. دايما بتبقى فيها قلق وتوتر وضغط. انتي بتشتغلي وبتحاولي، ومادام بتحاولي وما استسلمتيش يبقى ان شاء الله هتوصلي. لكن لازم تاخدي بالك وتركزي ان المدة دي ما تطولش، وانك تنجزي في اسرع وقت عشان ما تفضليش في الحالة دي كتير وسنين تضيع من عمرك. لازم تقعدي مع نفسك وتحددي شوية حاجات هقولك عليها بعد شوية. دلوقتي الحل هو تركيزك على هدفك. كلنا بنمر بمراحل التجربة ان بنجرب حاجات كتير وبتحكمي على نفسك فيها بالفشل، انك كل شوية بتنطي من حاجة لحاجة، لكن دي مرحلة
مرحلة مهمة هي مرحلة البحث عن الشغف أو حاجة تشدك وتحبيها. المهم إنك تنجزي وتبدأي فيها على طول علشان ما تضيعيش وقت أكتر. وانتي بتعملي ده استمتعي بالرحلة، ما تأجليش أبدا استمتاعك بحياتك ويومك لحد ما توصلي لهدفك، أو لحد لما تنظمي نفسك من ناحية الشغل وتتعلمي وتخلصي هتبدأي بقى تعيشي وترتاحي. غلط جدا. لازم الجوانب التانية زي إدارة بيتك وأولادك تبقي منظمة فيها وتحت سيطرتك على قدر الإمكان علشان تركزي في هدفك، لأن دي سنين من عمرك انت هتشتغلي في نفس الوقت على كل الجوانب وتدي كل جانب حقه. أول حاجة لازم تخرجي نفسك من دايرة المشاكل، تسويف، ندم، جلد ذات، ودي اتكلمت عنها في حلقة فاتت، مهمة جدا تحضريها وتنفذي الخطوات العملية لحلها. تاني خطوة انك تحددي هدفك بوضوح وتنظمي نفسك وتحطي خطة واضحة ليكي، وطريقة وضع الهدف والخطة موجودة في حلقة فاتت، هسيبلك اللينك في صندوق الوصف بالترتيب، وبعدها تكملي فيها للنهاية. وتاني تستمتعي برحلتك، ما تستنيش لما توصلي عشان تحسي براحة نفسية وانك مرتاحة. اللي هيخرجك من المشاكل دي هو اجتهادك وسعيك وفعلك، وانك تحققي كل يوم حاجة بسيطة وتستمري عليها. ولازم تقعدي مع نفسك وتفكري انت عايزة ايه بالظبط، هتحددي منتهى الجدية انت عايزة ايه وتشتغلي عليه. ومن ناحية تانية لازم تفصلي صراعك النفسي ده بعيدا عن اولادك. مهما كنتي مضغوطة ومحبطة من نفسك اتعلمي تفصلي صراعك الداخلي ده عن اولادك. يعني ما تحملهمش ذنب انك نمتي وما عملتيش اللي وراكي فتبقي متضايقة من نفسك وتعامليهم بعصبية. هما مش ذنبهم انك ما عملتيش المهام اللي عليكي، مش ذنبهم يشوفوكي في حالة الصراع النفسي اللي انت فيه. الوقت اللي انت ضيعت انت اللي مسؤولة عنه وانت اللي تتحمليه. طب هتفصلي ازاي؟ بالتدريب. كل حاجة بتيجي بالتدريب، وانك تفصلي ده كمان مهم جدا ليكي، لانك لو ما فصلتيش وعملتيهم بعصبية هترجعي تحسي بالذنب من المعاملة دي. فما تفرغيش حالة الغضب دي مع اولادك عشان هترجعي تندمي عليها، وهيبقى فتحتي على نفسك باب تاني لجلد الذات مع نفسك. وفي طريقة عملية بتجيب نتيجة كويسة جدا، هتلبسي استك او اي حاجة مطاطية في ايدك، وكل ما تلاقي نفسك بتنرفزي على حاجة بسيطة عملوها الاولاد او بتتعصبي عليهم، السعي نفسك لسعة بسيطة لتنبيه عقلك انك تتعاملي معاهم كويس وانك تفصلي. واللي عايزاكي تعمليه دلوقتي حالا معايا انك هتجيبي ورقة وقلم. اول حاجة تحمدي ربنا على اللي انت فيه وتشوفي النعم اللي حواليكي وتكتبيها. نعمة البيت والاولاد والزوج دي نعمة كبيرة جدا، فاحمدي ربنا عليها. نعمة انك بتحاولي تصلحي نفسك وتبقي احسن دي برضو نعمة، لكن محتاجة تشتغلي وتركزي اكتر وتكملي للنهاية. تاني حاجة حددي انت عايزة ايه بالظبط. انت عايزة تشتغلي وبتحبي الشغل وعايزة يبقى ليكي دخل خاص بيكي، ولا في حد اثر عليكي انك لازم تحققي ذاتك ولازم تشتغلي ومأثر عليكي نفسيا في الحتة دي؟ تالت حاجة حددي الهدف اللي انت عايزة تحققيه. عندك استعداد انك تجتهدي وتسعي وتبذلي مجهود كافي واضافي علشان تحققيه وتكملي للاخر ولا لا؟ رابع حاجة حددي المشكلة بالظبط اللي بتخليكي او بتمنعك انك تكملي هدفك، لان بمجرد ما تعرفي مشكلتك ايه حلها هيكون سهل. اخر حاجة خدي قرارك، حطيتي لنفسك هدف يبقى اشتغل عليه واسعي ان انت تحققيه، انما ما تحدديش لنفسك هدف كبير وصعب الوصول اليه وانت مش بتسعي ان انت تحققيها، فانت كده حملتي نفسك بحاجة وفي نفس الوقت ما بتعملهاش فهتحسي بالعجز. خلاص حددتي حاجة اعمليها، العمر بيجري وكل ما هتستني لما امورك تتظبط وتسوفي حالتك هتسوء اكتر. الامور ابسط من كده بكتير، انت مشتتة والشيطان بيشتتك اكتر علشان تفضلي في الدايرة دي. محدش هيخرجك وينقذك من الدايرة دي غيرك انت، انك تقومي مصلحتك ولمصلحة اولادك لان انت المسؤول عنهم. فخليكي مسؤول عن نفسك ومديرة نفسك، واحذري انك تعيشي دور الضحية. وملخص اللي فات، سواء بتشتغلي او عايزة تشتغلي وقاعدة في البيت، في اساسيات لازم تبقى عندك وعارفاها كويس، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كلف اعين فدايما تدعي ربنا ان يعينك ويقويكي على تربية اولادك. تاني حاجة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت المسؤولة عن اولادك وعن تربيتهم وحالتهم النفسية، طبعا بجانب الاب، لكن الاساس عليكي. فتعلمي تفصلي بين حالتك النفسية والضغط النفسي اللي انت فيه وبين معاملتك مع اولادك. ومادام مسؤولة مفيش حد مسؤول يسيب اللي وراه وينام او يمسك التليفون لساعات طويلة ويضيع فيها معظم وقته. مفيش حد مسؤول بيفضل تايه ويلف حوالين نفسه. انت مسؤولة، يبقى لازم يبقى عندك 3 مهارات مهمة جدا، وهي الادارة والتنظيم والتخطيط. تديري مهام بيتك بشكل فعال وتنظمي المهام اللي عليكي وتخططي هتنفذيها امتى وتوزعي الادوار على كل الاسرة. انت المسؤولة يعني قادرة تنظمي وقتك وبيتك واولادك ويبقى عندك
عندك فن إدارة البيت، وده موضوع الحلقة الجاية إن شاء الله بأوراق عملية عشان تطبقي فيها. ودلوقتي يجي دورك، اكتبيلي في التعليقات انت أي نوع من الأمهات، ايه أكتر مشكلة بتقابلك؟ شاركينا في التعليقات واكتبي نصيحة لغيرك يستفيد منها، وخلي نيتك هي نفع الناس. وما تنسيش اللايك والشير وتشتركي في القناة. شكرا لكم.